جدنا رمسيس التاني يا جماعة حرقهم قوي ووجعهم قوي، محروقين منه لدرجة ان هم عايزين يطلعوا عليه ان هو فرعون سيدنا موسى عليه السلام، سواء عن جهل او عن عمد. قبل ما اكلمكم عن المتحف المصري الكبير وافتتاحه اللي هيحصل قريب ان شاء الله في شهر 7 الجاي، لازم بس اصحح بعض المعلومات بخصوص كمان الكلام اللي اتقال مؤخرا عن رمسيس الثاني، واللي للاسف قالته واحده مش مصريه وكمان طالعه تتشفى في الحضاره المصريه القديمه. طب انت رايحه تزوري المكان اصلا ليه؟ وانت شايفاها حضاره كفر ووثنيه وان دول فراعنه وان ده فرعون، رايحه تزوري المكان ليه؟ رمسيس الثاني اللي هو اثاره ماليه مصر كلها من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها، وكل يوم تلاقيهم بيكشفوا اثر جديد لرمسيس الثاني، في حين ان فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ايه؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فرعون ده ملوش اثر. منين بقى فرعون ملوش اثر؟ ومنين اثار رمسيس الثاني باقيه لحد دلوقتي وبنشوفها قدام عينينا؟ واكبر مثال ليها التمثال الموجود قدامنا ده، اللي موجود في بهو المتحف المصري الكبير، المتحف العظيم اللي هكلمكم عنه كمان شويه. رمسيس الثاني اللي مومياؤه باقيه لحد دلوقتي، وان الارض لا تاكل اجساد الانبياء والصالحين كما جاء في الحديث. لكن هو عشان علم عليهم جامد قوي فهم مش ناسيين له ده وعايزين يطلعوه في صورة فرعون، وعاملين كمان ايه؟ مش فرعون واحد، ده عاملين 2 فرعون، فرعون سيدنا موسى عليه السلام وفرعون الخروج، حين ان بذكر القرآن الكريم مفيش غير فرعون واحد بس، اللي هو فرعون سيدنا موسى عليه السلام، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اغرقه، فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وجثمان رمسيس الثاني اللي باقي لحد دلوقتي ده مفيش اي علامة تدل ان هو غرق، جثمانه محفوظ بحفظ من ربنا سبحانه وتعالى علشان يبقى دليل دامغ وش اي حد بيحاول يدعي ان هو فرعون. رمسيس الثاني اللي هو من اعظم ملوك مصر القديمه، اللي حكم مصر في الاسره 19، هو من اعظم ملوك الرعامسه اللي حكم مصر 68 عام، واللي خلفه في الحكم ابنه مرنبتاح. ابنه مرنبتاح اللي موجود اللوح بتاعه، لوح مرنبتاح في المتحف المصري، اللي مكتوب فيه قضينا على بذرة يزرائيل اللي هم اللي ما يتسموش. هو رمسيس التاني وبعد كده ابنه شكلهم وجعوهم قوي، فعشان كده عايزين يشوهوا صورتهم عشان تعرفوا ان تاريخهم معانا من زمان مش من دلوقتي. اللي هما كانوا بيعملوه زمان واللي تصدى ليه ملوك المصريين القدماء هو نفسه اللي بيعملوه معانا دلوقتي، والتاريخ بيعيد نفسه. واللي كان بيحكم الحضارة المصرية القديمة كانوا ملوك ما كانوش فراعنة، واللي أطلق لقب فراعنة ده هو فليندرز بيتري، اللي هو منهم أصلا، اللي هو مدفون هناك كمان عندهم في الكيان، وهو ده اللي أطلق على المصريين القدماء اللفظ المزيف ده. لكن حكام المصريين القدماء كانوا ملوك وما كانوش فراعنة. وده نفس اللي حصل برضو مع الملك العظيم تحتمس الثالث. تحتمس الثالث اللي هو برضو علم عليهم جامد، وكان ده في معركة مجدو الشهيرة، ومجدو دي اللي برضو هي شمال فلسطين حاليا. علشان كده عملوا ايه؟ من كرههم لتحتمس الثالث عاملين تمثال لشامبليون المزيف للحضارة المصرية، عاملين تمثال ليه وهو حاطط رجله على وجه تحتمس الثالث. شفتوا الحقارة والغل؟ بصراحة مش عارفة برضو ازاي هما ساكتين على التمثال المعمول لشامبليون ده قدام متحف اللوفر كمان. فمفروض ان احنا بجد نطالب ان التمثال ده يتشال، ده اهانة للحضارة المصرية. المفروض بقى دلوقتي احنا نعمل العكس. نيجي بقى للمتحف المصري الكبير واللي هيتم افتتاحه ان شاء الله رسميا في شهر 7 يوم 3/7 تحديدا، وهيتم دعوة ليه معظم رؤساء وملوك العالم بما فيهم ترامب على فكرة. متحف مفتوح للزيارة وانا روحته يا جماعة، متحف عالمي بجد، يعني كلمة عالمي قليلة عليه. شوفوا المنظر بتاعه، هو أولا قريب جدا من الأهرامات، والثيم الخارجي بتاعه أو التصميم الخارجي بتاعه بيحاكي وجوده في منطقة الأهرامات. المسلة الموجودة بره دي مسلة الملك رمسيس الثاني، وليها قصة. المسلة دي أول مسلة معلقة في العالم. ليه بقى؟ المسلة دي تم اكتشافها في الشرقية وكانت واقعة، ما كانتش في حالة كويسة خالص، تم ترميمها. وهما بيرمموها اكتشفوا حاجة غريبة. دي قاعدة المسلة من تحت، أنا مصوراها كده. اكتشفوا بقى ان قاعدة المسلة من تحت عليها خرطوش لألقاب الملك رمسيس الثاني. حاجة غير متوقعة خالص ان هو يحط ألقابه او يثبت هويته على المسلة من تحت من القاعدة، اللي هو اصل المكان اللي المفروض انها بتتثبت فيه. ده ليه بقى؟ علشان لما يجي اي حد بعد كده يحاول ينقش عليها او يحاول يمحي الهوية بتاعته يبقى اسمه متثبت من تحت بما لن يخطر على بال احد. وده اللي خلاهم يعملوها معلقة علشان ما يمحوش اسم رمسيس الثاني من تحت الخرطوشه اللي فيها الالقاب بتاعته، فرفضوا يثبتوها وخلوها معلقه. وكان تعليقها يعني في منتهى الصعوبه. اللي شارك في تعليقها بالشكل ده القوات المسلحه اتدخلت في الموضوع ده علشان يعملوها على اكمل وجه، وكمان علشان يضمنوا انها ما تتاثرش باي اهتزازات او باي يعني عوامل خارجيه انها تاثر عليها اثناء الحركه مثلا. فموضوع تحريك المسله ونقلها وتعليقها بالشكل ده
تم كله بأيادي مصرية. المتحف أنا بعتبره مشروع قومي متكامل، يعني بجد حاجة مبهرة، وهو يعتبر أكبر متحف في العالم بيضم الآثار لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة. لأن معظم متاحف العالم أولا هي سرقة حضارتنا وسرقة آثارنا وعارضين آثارنا بالإضافة إلى آثار تانية، لكن احنا متحفنا هيعرض حضارتنا احنا بس. عدد القطع فيه دلوقتي فوق ال50,000 قطعة، لكن بعد الافتتاح الكبير إن شاء الله في شهر 7 هيتجاوز عدد القطع فيه 100,000 قطعة. اول لما ندخل المتحف بقى هيستقبلنا الملك العظيم رمسيس الثاني. التمثال ده كان موجود اصلا في ميدان رمسيس، وهو اللي تسبب في تسميه الميدان بالاسم ده. بعد كده اتنقل للمتحف المصري الكبير لما لسه كان قيد الانشاء سنه 2006، وبعد كده تم نقله الى البهو الكبير بقى زي في المتحف المصري بعد ما تم انشاؤه في 2018، وهيستقر في المكان ده ان شاء الله. نور بجد، وبتعرفوش منتهى البهجه لما بنخش كده ويستقبلنا تمثال رمسيس الثاني بمنظره ووجهه الصبوح الجميل ده، بجد منتهى البهجه. واللي هيكون زار المكان هيبقى عارف كويس قوي الاحساس اللي انا بتكلم فيه. تمثال بالوضع ده هو الملك بيكون متقدم بقدمه اليسرى دلاله على الخطوه العسكريه. معظم التماثيل في الحضاره المصريه القديمه هي واخده الوضع ده، اللي هي متقدمه بالرجل اليسرى، اللي هي دلاله على الخطوه العسكريه، لان هو كان محارب قوي. وزن التمثال ده 83 طن. بجانب من جوانب تمثال رمسيس الثاني في نحت كده لبنته، بصوا له ايديها هي كانها بتدفعه للامام، لان هي كانت مسانده ليه وكانت في ظهره. وعايزاكم بقى تشوفوا تفاصيل اللبس بتاعها، اللي يقولوا بقى الموضه والفاشون وفرنسا والكلام ده، كل ده كان موجود عند المصريين القدماء. شوفوا التفاصيل بتاعتها، تفاصيل رهيبه. يعني حتى الموضه هم سارقينها من الحضاره المصريه القديمه. المتحف يا جماعه معمول فيه حساب كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه. الفتحه اللي في الشمال دي مش حاجه طوبه ناقصه، ولا عشان في ناس تقول نسي يحطوا طوبه ولا استخسروا يحطوا طوبه، لا مش كده خالص. الفتحه دي علشان تدخل الشمس على وجه رمسيس الثاني ويحصل تعامد على وجه رمسيس الثاني، زي ما بيحصل بالظبط في معبد ابو سمبل على وجه رمسيس الثاني بيحصل تعامد للشمس. هنا برضو نفس الكلام، هيحصل تعامد للشمس عليه في نفس اليومين اللي بيحصل فيهم تعامد للشمس على معبد ابو سمبل على وجه رمسيس الثاني. برضو ده اللي حصل فعلا في شهر فبراير اللي فات، حصل تعامد للشمس من خلال الفتحه دي على وجه رمسيس الثاني. وكأن مهندسين الحاضر المصريين بيردوا على اجدادهم المصريين القدماء وبيقولوا لهم احنا عملنا زيكم برضو. حاجة في منتهى الروعة. المتحف كمان فيه جداريات متحركة لصور واخدينها من مقابر بني حسن، وكنت كلمتكم عن مقابر بني حسن بالتفصيل في الفيديو اللي فات، ممكن ترجعوا للفيديو. هم عاملين بقى واخدين كده ثيم كده وحاطينهم وعاملينهم بشكل متحرك رائع، وده لان مقابر بني حسن هي معظمها صور، فهم واخدين الصور دي عشان هي بتعبر عن الحياة اليومية للمصريين القدماء. المبهر بقى ان هيتم عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، مقتنياته كاملة 5398 قطعة هتتجمع كلها لأول مرة في مكان واحد، بما فيها القناع الذهبي بتاع الملك توت عنخ آمون اللي هو لا يقدر بثمن، اللي هو وزنه 11 كيلو جرام من الذهب الخالص. المفارقات كمان ان الملك توت عنخ آمون عامل دمغ باسمه خلف أذنه، برضو حفظا للتمثال من اي طمس او ان حد يحاول ان هو يعني ينسب الهويه دي لاي حد تاني. زي ما رمسيس التاني كده حط اسمه تحت المسله من تحت، فتوت عنخ آمون عامل نفس الفكرة دي. وكأن المصريين القدماء بيعملوا حساب المستقبل، وان هم بيحافظوا على هويتهم وهوية الحضارة دي من اي تشويه او طمس. كمان هيعرض فيه لأول مرة مراكب الشمس اللي تم اكتشافها سنة 1954 على يد المهندس المصري كمال الملاخ. تم اكتشافها ساعتها جنب الأهرامات، وكانت ساعتها في حالة غير جيدة. تم نقلها وإعادة تركيبها وعرضها وتركيبها بطريقة العاشق والمعشوق، لأن هي ما كانش فيها مسامير، وتم عرضها لأول مرة سنة 1982 وكانت معروضة بجوار الأهرامات. دلوقتي هي هتتعرض في المتحف المصري الكبير، وهي تعتبر أكبر سفينة بشرية تم صنعها في التاريخ، بطول حوالي 43 متر وعرض 5 متر، وهي أكبر من مراكب الفايكنج اللي هي طولها حوالي 37 متر بس. وكانت معروضة جنب الأهرامات لحد ما تم نقلها من حوالي 3 سنين بس، اتنقلت للمتحف الكبير في موكب مهيب. المراكب دي عمرها حوالي 5000 عام، وهما مركبين هيتم عرضهم بجوار بعض في المتحف المصري الكبير في قاعة زجاجية خاصة بيهم مع مراعاة ظروف التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة. ومن أكتر الحاجات اللي فاجأتني في المتحف ده إن في تحت المتحف فيه 19 معمل للترميم، وهي أكبر معامل ترميم في الشرق الأوسط كله، وكلها أيادي مصرية. واللي كان له سبق في تصوير المعامل تحت وعرض حاجات لسه ما اتعرضتش وهتتعرض في الافتتاح الكبير إن شاء الله هو الرحال المصري أحمد حجاجوفيتش. من ضمن الحاجات اللي صورها تحت هي مجموعة من مقتنيات الملك المصري توت عنخ آمون، واللي هيتم عرضها إن شاء الله. الحاجات مبهرة بجد، شوفوا الدقة وشوفوا التفاصيل في الصنع، شوفوا الجودة.
الحاجات دي يا اما من الاحجار الكريمه او من الذهب الخالص، فحاجات في منتهى الروعه، وكل ده هيتعرض ان شاء الله في الافتتاح الكبير. كمان في تحت 2 مومياء خاصين ببنات توت عنخ امون، هم ماتوا وهم في سن صغير جدا يعني وهم اجنه. كمان صور وهم بيحقنوا تحت التوابيت الخشب عشان يحافظوا عليها، بيحقنوها بمواد معينه بتحافظ عليها، بتعمل تقويه للخشب وبتعمل تثبيت للالوان. كمان ده واحد من التوابيت الرائعه اللي هتعرض مع الافتتاح الكبير. كمان في ترميم البرديات، ودي برديه وزير 3 اللي تم تجميعها. كمان دي مش برديه، لا دي نسيج من الكتان، جزء من كتاب الموتى، نصها موجود عندنا في مصر والنص التاني موجود في بوسطن في الولايات المتحده الامريكيه، وبرضه هيتم عرضها مع الافتتاح الكبير ان شاء الله. موجوده في المعامل تحت لان هو بيتم ترميمها. المتحف بيضم تماثيل واثار مش من حقبه واحده بس ولا من مكان واحد من الحضاره المصريه القديمه، لا ده هو من اماكن مختلفه ومن حقب مختلفه. كمان موجود هناك عمود مرنبتاح، وده مختلف عن لوحة مرنبتاح اللي انا وريتها لكم اللي هي موجودة في المتحف المصري اللي في التحرير. كمان جنب كل تمثال او كل اثر هتلاقوا فيه شرح باللغة العربية واللغة الانجليزية وتحديد الحقبة اللي بينتمي ليها هذا الاثر. كمان المتحف عارض معروضات كتير بالكتابة الهيروغليفية، واللي من ضمنها حجر أقدم من حجر رشيد ومكتوب بنفس الكتابات اللي مكتوب بيها حجر رشيد، اللي هي الكتابة الهيروغليفية والهيراتيقية والديموتيقية. الكتابة الهيروغليفية اللي هي كانت الكتابة الرسمية للدولة، واللي هي ما كانش أي حد بيكتب بيها، كانت مخصصة للفئات العليا بس وللحكام. الهيراتيقي اللي هو كان أكثر تبسيطا من الكتابة الهيروغليفية وكان منتشر أكتر ما بين الناس. اما الديموطيقي اللي هو الكتابة اليونانية، وده شكل حجر موجود في متحف سوهاج القومي، انا كنت مصوراه برضو. الحجر ده اقدم من حجر رشيد ومكتوب بنفس الكتابات. المتحف كبير جدا، ما تكفيهوش زيارة واحدة ولا زيارتين حتى ولا 3. بجد المتحف مبهر جدا، معمول فيه حساب كل حاجة، الإضاءة، الديكور، التنسيق، كل حاجة في المتحف بجد معمول حسابها. كمان المتحف هيكون فيه شرح بطريقة برايل للمكفوفين، وكمان هو مجهز لذوي الكراسي المتحركة علشان يقدروا يتحركوا ويتنقلوا فيه بسهولة، فالمتحف عامل حساب كل حاجة. كمان دي أواعي أو قوارير من الجرانيت والرخام، برضو حاجة في منتهى الروعة. في المتحف مراعين كل حاجة حتى سبل التنقل هناك، هما بالفعل بيتم إنشاء كوبري ما بين الأهرامات والمتحف مباشرة عشان السياح يبقى في وسيلة انتقال مباشرة من الأهرامات للمتحف. كمان مطار سفنكس الدولي تم إنشاؤه بالفعل وهو بيوصل مباشرة على منطقة الأهرامات والمتحف الكبير. كمان بيتم إنشاء محطة مترو بالقرب من المتحف مباشرة علشان سهولة تنقل الناس ليه. فكل حاجة بجد معمول حسابها، وإن شاء الله يتم افتتاحه على خير. كمان الدرج العظيم اللي طول ما انتوا طالعين عليه هتشوفوا تماثيل وآثار من جميع الحقب المختلفة في الحضارة المصرية القديمة. الدرج العظيم هتفضلوا طول ما انتوا طالعين عمالين تبصوا على الآثار والتماثيل لحد ما توصلوا بقى للمنظر الرهيب ده، تطلعوا في الآخر على المنظر ده، المنظر في منتهى الروعة. فأنا شايفاها إن دي رسالة من مصر للعالم كله، كل حاجة في المتحف ده معمولة بحساب وبمنتهى الدقة. تحية لكل القائمين على المشروع ده. المشروع ده فعلا انتوا أثبتوا إن انتوا أحفاد المصريين القدماء اللي انتوا تقدروا تمشوا على نفس النهج بتاعهم وتوصلوا رسالتكم للعالم كويس جدا وتوصلوها صح قوي. مهما حاولوا يسرقوا، مهما حاولوا يزيفوا، مهما حاولوا يشوهوا في صورة حضارتنا، حضارتنا باقية وحضارتنا موجودة وهتفضل موجودة إن شاء الله، لأن هنا كان مهد التاريخ اللي هيفضل موجود إلى أن يشاء الله.